السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا متابعينا من كل مكان في فيديو جديد من قناة يوميات أسرة عصرية. الفيديو النهاردة فيديو انتوا بتحبوه قوي وبتطلبوه كتير عن تشطيب المطبخ. أنا هنا عند ماما وأنا وأختي بنروق وكده، فبما أنني بحب المطبخ فأنا عليا تشطيب المطبخ. زي ما انتم شايفين كده معايا كل حاجة لسه زي ما هي، سبتها واصورها لكم عشان عايزاكم بقى تشجعوني عشان نشطبوا مع بعض. شايفين الأرضية طبعا الأولاد كانوا بياكلوا الأرضية من هنا رز وحاجة. هشيل طبعا الحصيرة دي كلها وهغسلها كمان وهنمسح الأرضية. وشايفين اهو شكل البوتاجاز لسه الحلل والحاجة عليه، ورخامة المطبخ كمان. شايفين كل حاجة زي ما هي، مفيش غير انا كنت بشطب هنا بس المواعين ولسه كمان ما لمعتش وخلصت. فقلت ايه اصور كده واخلي اصدقائي الحلوين يشجعوني عشان اشطب المطبخ وان شاء الله اخليه زي الفل. وشايفين المطبخ ده ان شاء الله بتاع ماما هلزقه زي ما انا عملت بتاعي. إيه عشان في بنات كتير شافوها قالوا لي احنا وهو انت بتلزقيه، يعني اصور لهم وانا بلزقه. قلت لهم عينيا حاضر. فانا كده كده هعمل بتاع ماما. طبعا انتوا شايفين شكله عامل ازاي، حلال فيه ان هو يتلزق. بس ممكن مش في الفيديو ده، يعني ممكن ابقى اعمل فيديو تاني لوحده عشان انا هشطب واخلص واروق وبعد كده هبقى الزق في فيديو تاني. بل هو بصوا، عشان في بنات قالت لي حرام عليكي في ما غيرت مطبخي، حرام عليكي كان شكله احلى ومش عارفه ايه. فهنا ده بتاع ماما طبعا قديم جدا من زمان قوي، فحلال في ان هو يتلزق واغير شكله. خلاص كده انا وريتكم الشكل قبل ما اشطب ولا اعمل اي حاجه. كنا طبعا عاملين اكل وكده وهخلص كل حاجه. وطبعا مطبخ ماما واسع ما شاء الله، يعني ده مكان قد اوضه، بس طبعا ايه متبهدل بعد ما احنا خلصنا وكده اهو. كل حاجه سايبه كل حاجه مكانها. هنا دي المونتال كده فوق الحوض. طبعا الحاجات اللي اتصفت هبتدي ان انا اشيل كل حاجه مكانها واروق كل حاجه ولما لو عرفت هوريكم معايا وانا بشطب ماشي، ما عرفتش هوريكم بقى بعد ما اخلص. اوكي يلا شجعوني بقى الله يعيني. خلصت انا كده كل حاجه في المطبخ هوريكم في الاخر، بس فاضل اخر حاجه هي الارضيه. شايفين عامله ازاي، لسه هنمسحها. هي اللي فاضله بس هتتمسح. انا جبت هنا ميه وحاطه فيها ديتول وحاطه فيها دوني وحاطه فيها شويه معطر وشويه اريال وبمسح برضو ده صوف. او بصوا القماشه دي بتمسح حلو جدا. احنا هنا متعودين عند ماما نمسح كده الارضيه. هنشف بقى الارضيه نمسحها ونشفها واوريكم بقى الشكل النهائي للمطبخ. واخيرا خلصت اهي الارضيه زي ما انتم شايفين معايا كده، مسحتها ونشفتها تلمعها جميله. وهنا طبعا على يميني هنا طبعا الكولمن طبعا اتغسل واتملى، حاطينه كده على كرسي عشان طول منه. وتحت الرخامه طبعا نضفت كويس، والرخامه اهي كمان خلصت كل المواعين ولمعت، والمصفى دي كمان عملت تحتها ونضفتها كويس. وعند الحنفيه والحاجات حطيتها فوق عشان تتصفى هنا في المطبخ من فوق الالومنتال. وهنا برضو حاطه مصفى هنا على الرخامه بتصفي اي حاجه. والتربو هنا برضو ده نظمته بتاع البصل والبطاطس والثوم والحاجات دي. والسله دي كمان غسلتها الاول وصفت وبعد كده لبستها كيس نظيف. وهنا البوتاجاز هنا برضو غسلته كويس، بس هنا الازاز بتاعهم واقع والتصميم بتوع الشركه لسه هييجوا يركبوه يعني. لانه بيسيب اثر دهون كده، حكيت فيه على قد ما اقدر. بس ان شاء الله لما يتركب ازاز هعملها تاني وهلزق هنا لزق عشان اتجنب الدهون لما اجيب اللزق اهو. لمعته. وهنا خليت كل اللي على هنا خليت كل اللي على الرخامه بتاعه المطبخ اهو. ورصيت التوابل برضو نضفتها ورصيت بتاعه التوابل. ورفعت اي حاجه حلال بقى. طبعا حاطين هنا حلل فوق عشان ملهاش مكان في الادراج من تحت، عشان الحلل الكبيره والصواني والحاجات دي رافعينها فوق على المطبخ. وطبعا هنا برضو الفريزر والتلاجة لازقهم زي ما انتم شايفين كده، بس اللون ده ما كانش عاجبني، مش انا اللي مختاره بصراحه. ان شاء الله ممكن نغيره يعني قريب. وشغلت المروحه كمان، المروحه شغلها عشان تنشف الحته اكتر. والشباك برضو مفتوح. كده انا خلصت ترويق المطبخ. لما الحصيره بقى تنشف عشان اتغسلت، لما تنشف هبقى احطها متفيهاش اي حاجه.
يا رب بقى ترويق المطبخ يكون عجبكم وتحمسنا. بصراحة أنا بشكركم جدا جدا لأنكم بتدوني طاقة مش عادية. بتدوني طاقة حلوة قوي وربنا يا رب يسعدكم. اللي بيكتب لي أي كومنت حلو ويفرحني يسعده يا رب، يفرحه زي ما بيفرحني يا رب. ومنتظر بقى تعليقاتكم وكلامكم الجميل قوي. بشكركم وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحلة العمر ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل. يطول الطريق ويمضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل.